عمرك سمعت عن الأكروسيانوزس؟ الأكروسيانوزس ده زرقة في مكان معين من الجسم، غالبا في الأطراف وفي الشفايف. بيجي نتيجة انقباض الأوعية الدموية الموصلة لهذه الأماكن، اللي بيدي الجسم شكله الأحمر اللي احنا شايفينه ده أو الأبيض الطبيعي. الدم، لو الدم ده هيتحول من دم فاتح لدم داكن هيدينا لون الزرقة في الجسم. ده بيحصل في نقص الأكسجين، وكمان بيحصل في نقص الإمداد الدموي. تلاقي الجسم الشخص بدأ يزرق. الموضوع ده ممكن يحصل في البي في دي، بنسميها peripheral vascular disease، وممكن يحصل في الأكروسيانوزس ويحصل في الشفايف أو في اللسان أو في منطقة الفم وما حولها. والموضوع ده مش معروف السبب قوي، ولكنه موجود. فلو شفت حد عنده زرقة في المكان ده ومفيش نقص في الأكسجين وما عندوش أي congenital heart disease أو أمراض في القلب، شك في هذا الأمر. طبعا علاجه في الغالب بيكون تدفئة المكان وشرب سوائل دافية وما إلى ذلك. ممكن بعض الأحيان نستخدم حاجة موسعة للأوعية الدموية زي النيفدبين عشان توصل الدم لهذه الأوعية المنقبضة فيدي الجسم الشكل الطبيعي بتاعه. الهدف الفيديو ده إن مش كل زرقان فهو نقص أكسجين ومرض في الرئة، لا، بعض الزرقان بيكون حاجة موضعية بسبب انقباض الأوعية الدموية في المكان ده. السلام عليكم.